ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده، وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس إنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس إن الناس كلها جاية عليك، فربك يقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك، في القدر، ده من عندي من فوق. ده بجد يا رب من عندك يعني، ده في قصتي؟ طب خلاص ما دام من عندك خلاص. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. كفاية قاسية وحزن ياكلك وياكل السلام النفسي اللي جواك. يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم كده بقى في فيديو جديد. قلت اعمل لكم روتين في اوضه النوم. يعني ده الروتين اليومي بتاع اوضه النوم، يعني مش تنظيف عميق ولا حاجه. انا كنت عند مامتي بقى وبايته عندها وكده. روحت لقيت اوضه النوم بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، الهدوم مترميه في كل حته والسرير مش متظبط. فلميت الهدوم كلها كده في ناحيه واحده على التسريحه، وقلت انضف السرير. بس شلت بقى المفرش اللي انا كنت حاطاه ده، وحطيت المفرش التاني. المفرش النبيتي ده انا بحب اللون بتاعه قوي بصراحه، يعني لونه كده جميل. بحطه كتير في يعني طول فتره الشتاء، انا بحطه كتير. هو المفرش اللي انا لسه فرشاه ده، الاتنين دول انا بحبهم جدا، بيدفوا كده وحلوين يعني. كنت جايباهم يعني لما اتجوزت وكده. النبيتي ده انا كنت مشترياه، واللون التاني كان خالته حبيبتي يعني هي اللي كانت جايباهولي هديه وكده، وكانت هديه حلوه قوي يعني. بس فشلت بقى المفرش ورحت حطيت المفرش التاني كده. وفي طبعا المرتبه لو حسيت انها مش نظيفه شويه، انا بصراحه من اول الجواز كنت بعملها اول باول، بس عشان عمر ما شاء الله عليه وكده بيوقع حاجات كتير، فبصراحه قلت هسيبها وان شاء الله كده بعد فتره لما احس انها خلاص جابت اخرها وانها عايزه تنضف هوديها الدراي كلين وكده. هما بيجوا ياخدوها وينضفوها ويرجعوها تاني. بس ففرشت كده السرير بقى. انا عاوزه اقول لكم اصلا يعني الواحده لو سابت بيتها بس مجرد يوم واحد وسايباه نضيف وريحته حلوه وجميله وكده، بترجع تلاقيه بايظ خالص. فما تسيبوش بيتكم يا جماعه بجد، عشان هما مش بيهتموا بالبيت ومش بيحافظوا على حاجه. هنخلي بالنا من بيتنا كده ونقعد في بيتنا عشان ما نجيش نلاقي الحاجه اتراكمت علينا. المهم الهدوم دي انا كنت شلتها وكده، وقلت لما اجي اروق الاوضه شلتها من الغسيل، وقلت لما اجي اروق الاوضه هطبقها بالمره. كنت بشوف بقى، فحطيت بقى الهدوم النظيفه على الهدوم اللي كانت متراكمه في الاوضه كله على بعض. وكان في هدوم برضو كنت جايباها من عند مامتي وكده لما كنت قاعده عندها، حطيت كل الهدوم على بعض وقلت بقى النظيف واللي مش نظيف هفرزه كده واطبق. بس قلت اطبق بقى معاكم كده. انا اوضه النوم عندي يعني احنا كنا مختارينها كبيره عشان الشقه الاولى كانت الاوضه واسعه، فاحنا كنا مختارين السرير كبير وكده. بس لما نقلنا السرير كان واخد يعني اخد كل الاوضه، لدرجه ان انا مش بعرف افتح الشباك عشان يهوي الاوضه وكده. فلسه بفكر بقى يعني ان انا اجيب نجار او كده يقيس لي المقاسات ويشوف السرير هينفع ان هو يتحول، عشان يعني انقله من مكانه علشان خاطر اقدر افتح الشباك براحتي. هي لو انا غيرت النظام ده ونفع فعلا الاوضه تبقى ضيقه شويه، بس بالنسبه لي هعرف افتح الشباك كده والهواء والنور هيدخل البيت، يعني هيدخل الاوضه قصدي. وانا بحب كده، يعني بحب يبقى في اضاءه كده في شقتي والهواء كده داخل كده، وفاهمين.
لكن هو انا بفتحها بس فتحه صغيره جدا، بحس انها برضو ما هوتش الاوضه قوي. وكمان انا من النوع ان انا بحب التغيير جدا، يعني انا زهقت خلاص. يعني النظام ده كان حلو بالنسبه لي اول ما جيت الشقه وكده، بس لا انا عايزه اغير بقى، يعني زهقت. كمان الموضوع ده مش في الأوضة بس، ده في الشقة كلها. بتضايق جدا، بحس اني في طاقة سلبية في الشقة لو انا مغيرتش النظام. ف بسبب المساحة وكده، يعني مش بعرف قوي ان انا اجيب ده هنا وده هنا، لا كل حاجة محطوطة في نظام واحد. فانا بصراحة عايزة اظبط الدنيا كده، ولو عملت اي حاجة جديدة برضو هقول لكم. بس انا طبقت بقى الهدوم وحطيت كل حاجة في مكانها، والهدوم اللي مش نظيفة غطيتها في سبت الغسيل، وقلت كده ادي مسحة للتسريحة. بس مش عارفة الجلانس كان ماله، ما كانش راضي يرش كده يعني حلو كده، يعني مش عارفة كان ماله، تقريبا كان باظ ولا ايه. بس كان بقالي فترة بقى بتحايل على احمد ان هو يشيل لي الازاز ده عشان انضف من تحته، فالحمد لله كان قصادي هو وايه، وراح مسك لي كده الازاز وقلت انضفه. انا مخليه الفوطه دي للتنظيف الجلانس والمرايات وكده. في فوطه قبلها برضو بشيل التراب وبعدين بنضف بدي. بس جبت المكنسه دي بقى، قلت ايه انضف كده. في مشكله عندي بقى في المفرش اللي لونه نبيتي دوت، ان هو يعني فعلا من ساعه ما اتجوزت وهو بينزل حاجات لونها نبيتي زي فتل كده. الموضوع ده بيضايقني قوي، بس مش مشكله، يعني بيخليني كل شويه ان انا اكنس الاوضه لو انا حطاه. لاني لو حد يعني طلع على السرير وكده والمفرش اتحرك من مكانه، مجرد ما اتحرك من مكانه على طول بينزل الحاجات النبيتي دي، الفتل وكده. بس يعني بيخليني على طول افضل اكنس الاوضه طول ما هو طول ما انا فرشاه. مش عارفه، وبرده كل ما اجي اغسله الفتل معرفش ما بتطلعش ليه، مش عارفه. لو حد يعرف ايه السبب يا جماعه، مع انه والله هو كان نظيف ونوع حلو كده، بس مش عارفه ماله يعني. بس وجبت بقى المكنسه كده، المكنسه بتاعتي نوعها تورنيدو. انا عارفه ان في حوالي كام واحده كده يعني قالوا لي عايزين ريفيو عن الاجهزه الكهربائيه، انا هعملها لكم والله. الشتا بس في كسل فظيع، بس ان شاء الله استنوا مني بعد ما الفيديو ده ينزل بعدها بيوم او يومين بالكتير قوي، هنزل لكم فيديو بتاع الاجهزه الكهربائيه ان شاء الله، واقول لكم رايي فيها. بس بالنسبه لي يعني المكنسه التورنيدو دي ما شاء الله جميله قوي، يعني كويسه معايا لحد دلوقتي. بس قلت بقى اكنس الاوضه كده كلها وايه بقى. والمفرش النبيتي كان جاي معاه كده، اللي هي الدواسه دي جاي معاها 2. انا بحط دي بحيث اللي نايم على الطرف اول ما يجي ينزل من على السرير كده برضو ما يحطش رجله على السيراميك. مع اني انا اصلا مش يعني انا اصلا في الطبيعي جايبه السجاد بتاعي مش كبير وضخم، مش بحب كده بصراحه. السجاد بتاعي سيمبل، هو الوانه فاتحه بس مش كبير ومش مغطي يعني كل السيراميك وكده. بس الدواسات طبعا دي حاجه مهمه يعني. دايما مخلياها، يعني الدواسه نبيتي ده تبع المفرش النبيتي، بس انا مخليها دايما بغسلها كده كل وقت للتاني وبخليها على طول. بس شلت بقى من هنا كده اسمه ايه ده، الدفايه شلتها. برضه هقول لكم رايي في الدفايه دي لما انزل الفيديو ان شاء الله بتاع الاجهزه الكهربائيه. ونضفت كده تحتها وقلت ادي تنفيذه كده برضه للحته دي. اصلا يا جماعه انا بكنس من هنا وحرفيا عمر ممكن يبقى ماسك في ايده بسكوته بقسماطه، كاني ما كنستش ولا عملت اي حاجه خالص. يعني انا بعد ما مسحت التسريحه وكده بالجلانس، رحت لقيت عمر طلع فوق التسريحه برجله وكاني ما عملتش اي حاجه. بس اهو بقى الاوضه كده نضفتها كده، ولما اخد قرار ان انا هغير النظام هوريلكم النظام الجديد ان شاء الله. صحيت بقى تاني يوم كده وقلت اعمل فطار وسلقت البيض. هو انا بطبيعتي مش بحب البيض المسلوق بصراحة، بس انا بقيت اعمله بطريقة حلوة كده بقى يعجبني. بعد ما بسلق البيض واقطعه بشوحه بالسمنة البلدي كده واكله بقى. ممكن الفه رول في ساندوتش واحطه في التوستر. فالكلام ده كله يعني بيخليني ان انا اكل البيض.
انا قلت اجرب معاكم القطاعه، مع اني ممكن في ناس كتير منكم عارفينها، يعني مش اختراع جديد، بس انا اول مره اجربها فعجبتني قوي. يعني قلت اجيبها كتشجيع كده ان انا اعرف اكل البيض وكده المسلوق. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو دوت واشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين فيها، واستنوا مني فيديو جديد.